ساعات كتير بيبقى عندنا مهام فوق دماغنا، حاجات ورا بعضها ومش عارفين نبدأ منين، فهنقوم عاملين زي الطيار الآلي كده، شغالين وخلاص من غير ما نوقف ونسأل نفسنا ايه الأهم دلوقتي؟ أدي وقتي لمين؟ وأبدأ بإيه؟ وطبعا ده بيزود التوتر والضغط. طب الحل ايه؟ الحل اننا نبص للحاجات اللي في ايدينا بنظرة موضوعية، يعني بالعقل مش بالعاطفة. في دراسة اتعملت في بريطانيا واستراليا سنة 2016، جابوا مجموعة ناس وقالوا لهم عندكم مشروعين لازم تنجزوهم. واحد من المشاريع باين كده انه منظم وسهل، والتاني باين انه معقد وصعب واحتمال نجاحه ضعيف. المكافأة كانت 10 سنت لو خلصت المشروعين، ونص المكافأة لو خلصت واحد بس. الجميل بقى انهم كانوا عارفين ان المشروع السهل نسبة نجاحه 80%، اما المشروع الصعب فنسبة نجاحه 20% بس. فطبيعي الناس تختار ايه؟ السهل طبعا. بس هنا بقى عملوا تقسيمة ذكية، قسموا الناس لفريقين. الفريق الاول قالوا لهم لو نجحتوا هتكسبوا فلوس، والفريق التاني قالوا لهم لو ما نجحتوش هتخسروا فلوس. شايفين الفرق؟ الاول تحفيزه انه يكسب، والتاني تحفيزه هو خوف من الخسارة. والنتيجة ان الفريق الاول خلص المهام وكسب الفلوس، لكن الفريق التاني من كتر ما كان مركز على فكرة الخسارة دخل السيناريو ده بعقله من الاول، وفعلا فشلوا في المشروعين.